لو حصل عندي مشكله في سيستم الهيدروليك، ايه اول حاجه هتعملها؟ هنعتبر ان احنا عندنا سيستم هيدروليك فيه 100 مكون، فانا لما يحصل عندي مشكله انا محتاج اعرف المشكله بسبب انهي كومبوننت موجود عندي في السيستم، وعشان كده هبدا اعمل ترابل شوتنج. ترابل شوتنج بيجاوبني عن سؤال وهو ان العطل مكانه فين، فانا هبدا اتهم الكومبوننت اللي بيحصل فيها مشاكل بشكل كبير. بعد كده ممكن هشك في البامب اللي عندي، في الدايركشن كنترول، في البريشر كنترول. بعد كده انا محتاج اعمل تيست على كل كومبوننت عشان اشوف المشكله بسبب ايه بالظبط. فاحنا دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي اقدر اعمل تيست على الترومبه عشان اطمن ان هي بتديني اقصى معدل سريان ليها قصاد اقصى ضغوط. عندنا المضخه هتخرج الزيت، هيدخل هنا على محبس يا اما مفتوح يا اما مقفول. بعد كده الزيت هيدخل هنا على الخانق. الخانق ده اللي انا من خلاله هقدر ان انا افتحه واقفله، فاغير في الضغط اللي موجود عندي في السيستم. بعد كده الزيت هيخرج من هنا هيدخل على الفلو ميتر. فاحنا دلوقتي هنبدا نظبط الاورفيس ده على 20 بار، وهشوف حجم الزيت اللي هيتملي في الفلو ميتر قد ايه لمده 10 ثواني. هشغل الترومبه، هبدا امرر الزيت في السيستم، هبدا اظبط الخانق بتاعي على 20 بار. كده الضغط عندي في السيستم هيكون عباره عن 20 بار. هبدا افتح المحبس بتاعي واشوف حجم الزيت اللي هيملى الفلو ميتر لمده 10 ثواني. من خلال حجم الزيت اللي هيملى الفلو ميتر في ال 10 ثواني هقدر اجيب معدل السريان بتاعي. لقيت ان حجم الزيت اللي عدى لمده 10 ثواني هو عباره عن 1.7 لتر، فانا من هنا هقدر اجيب معدل السريان بتاعي عند ضغط 20 بار. بعد كده هبدا امرر زيت في السيستم وهقفل الخانق بتاعي عشان اظبط الضغط على 25 بار بدل 20 بار. عندي كده الضغط 25 بار. همرر كميه زيت في السيستم لمده 10 ثواني عشان اشوف ايه الحجم بتاع الزيت اللي هيملى الفلو ميتر. لقيت ان حجم الزيت عباره عن 1.4 لتر. بعد كده هبدا ان انا افتح المحبس بتاعي وهقفل الخانق شويه عشان ارفع الضغط ل 30 بار. هفتح المحبس وهعدي الزيت لمده 10 ثواني وهشوف ايه الحجم اللي هيملى الفلو ميتر. لقيت ان حجم الزيت هنا عباره عن 1.2 لتر. بعد كده همرر زيت في السيستم وهقفل الخانق اكتر عشان اخلي الضغط يوصل عندي ل 35 بار. هبدا افتح المحبس ده وامرر زيت في السيستم لمده 10 ثواني واشوف حجم الزيت اللي هيملى الفلو ميتر في الوقت ده. لقيت هنا كميه الزيت اللي عندي هي عباره عن 1.1 لتر. دلوقتي هنقيس معدل السريان عند ضغط 40 بار. معدل السريان اللي عندي عباره عن 1 لتر. هنشوف حجم الزيت اللي هيعدي في الفلوميتر عند 45 بار. لقيت ان انا عندي هنا 7 لتر. من خلال الارقام اللي احنا شفناها دي هنبدا نرسم في الكيرف بتاع المضخه ونقارنه بالكيرف الموجود في الكتالوج بتاع المضخه، ونشوف ان عند الضغوط العاليه هل المضخه بتديني معدل السريان اللي انا عايزه ولا لا.